السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وحلوة جدا 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 وبتعجب ناس كتير وناس كتير بتحبها. النهارده هنعمل الحمام الكداب. الحمام الكداب عشان نعمله محتاجين يبقى معانا دبابيس فراخ تكون حجمها كبير شوية ومخلية، والزبدة والبصلاية مبشورة وملح وفلفل والبهارات ومية دافية وشوية زيت. والفريك بتاعنا طبعا بنكون نقعناه في مية مش لفترة طويلة، وبعد كده بنطلعه من المية دي عشان ما ينفش جامد. هنجيب طاسة ونحط فيها شوية الزبدة أو السمنة على حسب الموجود وشوية زيت. بعد كده هننزل البصلاية المبشورة اللي احنا قطعناها، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل الفريك بتاعنا اللي احنا كنا نقعينه في مية، وهنقلب الخليط ده كله مع بعض. بعد كده نبدأ ان احنا نضيف البهارات بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والسبع بهارات اللي هي المشكلة بتاعتنا. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعض شوية، وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف المية ونسيبه ياخد نص سوا، مش كتير عشان لسه طبعا هنحشي بيه الفراخ وهنحطه يستوي مرة تانية عشان بس ما يبقاش مهري. ده شكل الدبوس اللي هو هيبقى محشي الفريك وهو مخلي. بيبقى طبعا حجمه كبير شوية عشان ياخد كمية او ما يبقاش صعب علينا ان احنا نعرف نحشيه. الدبوس الصغير طبعا مش هيبقى كويس في الحشو. هنتبله بشوية ملح وفلفل. بعد كده نبدأ ان احنا نحشيه، ما بنزودش الحشو جامد عشان ما يبقاش باظظ من الدبوس ومن اللحمة. الحشو بيبقى شوية هادي، ومع اللفة نفسها هوريها لكم دلوقتي عاملة ازاي. بتقدروا ان انتوا تخلوا الحشو مليان في اللحمة كلها او في الدبوس كله. عشان نعرف نلفه كويس ونكمل بقية سواه بنجيب الورق اللي هو الاستريتش دوت، وبنبدأ ان احنا نلفها لفة حلوة كده مضغوطة عشان خاطر الحشو ما يخرجش منها وتمسك الدبوس يمسك في بعضه ما يفكش من بعضه. زي ما انتم ما شايفين كده احنا بنشد عليه بالاسترتش ده جامد عشان خاطر ما يفكش. بعد كده هنجيب ورق فويل اللي هو الألمونيوم، وهنلفه فيه برضو لفة حلوة وبرضو مضغوطة شوية عشان خاطر يكتم الحرارة من جوه ويسوي الفراخ كويس. بعد كده هنجيب حلة فيها مية مغلية، وهنحط فيها الفراخ بتاعتنا او الدبابيس بتاعتنا او الحمام الكداب بتاعنا، وهنسيبه لحد لما يستوي مدة حوالي نص ساعة ياخد سوا براحته. وده كان شكله بعد ما طلعناه من المية، وكان فكينا منه الفويل بتاعه الاستريتش. حطيناه في صينية وهنحطه في الفرن لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق بس اللي هو على الشواية، ونشغله بس من فوق عشان ياخد التحمير. وده الشكل النهائي بتاع الحمام الكداب بتاعنا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة اللي ما اشتركش، ولايك للفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعونا في كل جديد. سلام.